فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه قد استهل سورة البقرة بقوله ألف لام ميم، وقلنا إن ألف لام ميم لا يسأل عن معانيها، لأن حروف المباني لا دلالة لها إلا على منطقها الصوتي فقط. وقلنا أن ألف ولام وميم أسماء لمسميات، فألف مسماها آ، ولا مسماها لا، وميم مسماها ميم. والذي ينطق بالكلمة من الأميين أو من المتعلمين يستوي مع الآخر في النطق باللفظ، ولكن الخلاف في أن المتعلم يستطيع أن يتهجى ما نطق به من لفظ فيخرجه إلى مكوناته من حروف البناء. إذن فاسم الحرف لا يعرفه إلا المتعلم، ومسمى الحرف يستوي فيه المتعلم وغير المتعلم. فكتب مثلا ينطق بها الاثنان، ولكن المتعلم فقط هو الذي يقول إن لفظ كتب مكون من كاف، هذا هو اسم كاف، وتاء وهذا هو اسم تاء، وباء وهذا هو اسم باء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا بشهادة الجميع وبإقرار الجميع، ثم نطق بأسماء الحروف، من الذي أنطقه بها وهو غير متعلم؟ لا شك أنه تلقاها من الحق هكذا، ليكون إعجاز من نبي أمي نطق بما ينطق به المتعلم، مع أنه بشهادة الجميع لم يجلس إلى معلم. وإذا كان الإنسان يريد أن يحوم بفكره وبخواطر صفائه حول معطيات هذه الحروف في أوائل السور، فإن العلماء قد خاضوا في ذلك كثيرا، وكل أخذ منها على قدر استعداد صفائه، لا يدعي أن ذلك هو الحق المراد، بل يقول بعدها دائما والله أعلم بمراده. ولذلك تجد مثلا واحد يقول إن ألف لام را وحا ميم ونون لأنها تكون اسم الرحمن مثلا، نقول له ده ما يستطردش في كل الصور. وما الذي يتعبكم في أن توجدوا لها معاني؟ لو أن الله يريدها بمعان، الذي يقول ألف لام ميم أنا الله مثلا أسمع وأرى مثلا، نقول له لو كان هذا هو المراد فما الداعي إلى أننا نعلم أنا الله وأسمع وأرى ونجيب دي مكان يقولها وتنتهي. إذن فلا بد أن يكون لله سر في هذه الحروف. هذا السر في هذه الحروف لا ضرورة أن نعلمه. ليه؟ لأن الانتفاع بالأشياء لا يعني أن تفهمها، فقد تنتفع بالشيء وأنت لا تفهم مكوناته. قلنا أن الأم اللي عايش في القرى يستطيع أن يدير جهاز التلفزيون، دي للموجة، ودي علشان اللون، ودي علشان الصوت، الله، من غير أن يعرف لماذا هذا. إذن فالانتفاع بالشيء ليس فرع العلم به، ولكن العلم به فرع صانع الشيء، لكن المنتفع لا ضرورة أن يعرف. إذن فهذه أسرار لله في كتابه تدخل في نطاق المتشابه، لأن ربنا سبحانه وتعالى
قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا فالحق الذي قال القرآن حكم بأن القرآن جاء على لونين. اللون الأول محكم وهو ما يراد به حكم مطلوب من المكلف، يبقى لازم يفهمه ويبقى واضح، لأنه إن فعله أصيب وإن لم يفعله عوقب، فكيف يترتب ثواب وعقاب على أمر لا نفهمه. إذن فالمحكمات هي المتعلقة بالأحكام. والمتشابهات المراد أن تكون متشابهة. ليه؟ لاستبقاء أصالة الإيمان المتقي في نفس المؤمن. إزاي يعني إيه؟ قال لك لأن المتشابه ده يقف فيه العقل. تقول له والعقل وسيلة من وسائل الإدراك. طيب والعين وسيلة من وسائل الإدراك، والأذن وسيلة من وسائل الإدراك، والأنف وسيلة من وسائل، واللمس وسيلة من وسائل الإدراك. لكن وسائل الإدراك لا حدود لإدراكاتها ولا كل وسيلة لها حد؟ هل العين تنظر بإطلاق النظر ولا لها حدود في النظر؟ حدود في النظر. يظل الشيء كلما بعد عنها يتضاءل إلى أن يختفي. إذا رجل عملاق وقف على مسافة طويلة تراه كأنه طفل، ولو طفل قريب شوية تشوفه أطول منه، ويفضل يصغر 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 إلى أن يتضاءل. وهذا هو السبب في أنك إذا وقفت في شارع من الشارع تقوم تلاقي الشارع واسع، وبعدين تلتفت تلاقي عمل كده. هو ما عملش كده، هو بعده بس اللي عمل كده. الله. إذا نظرك له إيه؟ حد بقانون المرئيات، وأذنك لها حد بقانون الصوتيات، ولمسك له حد، وشمك له حد، وذوقك له حد. فإذا كانت كل وسيلة من وسائل إدراكك لها حد، فماذا تريد عقلك أن يفهم بدون حد؟ الله. يبقى إذا لازم يكون فيه إيه؟ يكون فيه حد. أدبك في الحد إن اللي ما انتش فهمه لا يدخل في نطاق عقلك، فهمك له أن تقول أنا لا أفهمه وتبقى فاهم. يبقى لما تقول ما فهمش ديا تبقى إيه؟ تبقى أنت فهمت. أنا ضربت مثل وقلت هبني جئت بتمرين هندسة من الذي يعطى في كلية الهندسة لطالب في الثانوي، فأخذ التمرين وقرأه ثم قال لي يا أبي أنا لا أستطيع أن أحل هذا التمرين، فكأنه أداره على القواعد عنده فلم يجد قاعدة مما يعرف تحل هذا التمرين. يبقى فهم ولا ما فهمش؟ يبقى فهم. طب وإذا أخذه ولد آخر وظل طول يومه يقول المطلوب والمطلوب إثباته ويقعد يلخبط ويقعد مش عارف إيه وبتاع، يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى إذن العجز عن الإدراك إدراك. ساعة تعجز عن الإدراك فيما لا يدرك تبقى أدرك، تبقى فهمت. تبقى إيه؟ فهمت. ساعة ما تجعل لعقلك حد نقول له تبقى أنت فهمت بقى. يبقى يريد الحق أن يقول كل وسيلة من وسائل الإدراك لها حد ولها قانون، فكيف تريد عقلك بدون حد وبدون قانون؟ يبقى لازم تعمل لعقلك حد. اهو المتشابه جاي عشان يوضع لعقلك ايه؟ يقول لك ده ما ينفهمش. وايضا فهل كل ادراك من ادراكاتك حر في ان يدرك؟ قد تدرك ولكن يحرم عليك ان تدرك. انت تقدر تدرك، انما يقول لك ايه؟ ما تدركش ده، ما تبصش للمرأة الحلوة دي. انت تقدر تبص، يبقى قد تقدر ولكنك تمنع. ده يؤكل وده ما يؤكلش، ده يذاق وده ما يذاق، ده يلمس وده ما يلمسش كذلك. طب ومهمة عقلك ايه؟ مش الفهم؟ برضه ده يفهم وده ما يفهمش.